يا صديقي، احنا حاليا بنعيش نهاية عصر المراكز الثابتة وبداية عصر الأدوار المركبة. وبيب جوارديولا في 2026 قدم لنا نيكو أورايلي، اللاعب اللي بيعتبر جوكر تكتيكي، اللي عنده التكتيكال اي كيو عالي، الذكاء التكتيكي اللي كل لاحظه السنة دي. تعالوا النهارده نحلل ازاي اللاعب ده هو مستقبل كرة القدم او الدور بتاعه، واللعيبة اللي هتبقى بتقوم بالأدوار بتاعته هي مستقبل الكرة في اللي جاي. يلا بينا. فيا صديقي، أورايلي على الورق زي ما انت شايف مع السيتي بتبدا وتلعب 4-1 4-1 على الورق والشكل. أورايلي مكانه هنا، لكن مجرد ما السيتي بتمسك الكوره فبتبقى زي ما انت شايف كده 2-4-2-2. السيتي بيبقى عنده من الاخر بيدخل بست لعيبه في العمق، 1 2 3 4 5 6، بيبقى في ست لعيبه في العمق. أورايلي بقى بيجي هنا، تمام. أورايلي بينفع يبقى هنا وبينفع يبقى هنا وبينفع يبقى هنا زي ما احنا هنشوف في اللي جاي. ايوه صديقي، يعني انت هتلاقيه هنا في مكانه اللي على الورق، وهتلاقيه هنا في العمق، وهتلاقيه هنا، وهتلاقيه في الزون 14، وهتلاقيه في الهاف سبيس، وهتلاقيه بيعمل اوفرلاب الشغل بتاعه الطبيعي، وهتلاقيه بيعمل اندرلاب عشان يدخل لجوه، وهتلاقيه في كذا مكان في نص الملعب. يعني يا صديقي ركز معايا هنا، ادي اوفرلاب هيعمله أورايلي اهو، ادي دوكو هيعمل ايه دلوقتي؟ ده شغله الطبيعي، تمام. تعالى بقى نشوف الاندرلاب، ادي اهي اندرلاب بيعمله مع دوكو، تمام. بيدخل بيخترق دلوقتي الهاف سبيس زي ما احنا شايفين دلوقتي. وادي تاني هنا، بص بيطلع دوكو لبره وهو بيدخل جوه في الهاف سبيس زي ما انت شايف. طب ركز معايا في دي يا صديقي، بص هو نزل فين هنا. جوارديولا طلب منه انه يقف في العمق هنا علشان يجذب الخصم ويسحب لعيبه، زي ما انت شايف حواليه كام واحد، وده مش في مركزه، فاذا هو عايز يفضي مساحات وراه، فلازم يطلعهم يمسكوه عشان عارفين خطورته. فلما يطلعوا يمسكوه زي ما انا هوريك دلوقتي هتلاقي مساحه فضيت وراه، دي المساحه المستهدفه، وهنشوف هو بينجح ازاي في دي زي ما احنا هنشوف دلوقتي. بص أورايلي دي المساحه المستهدفه، تمام. بص لما بينزل يستلم خد معاه كام واحد، 1 2 3، ملاحظ 1 2 3، الحته دي فضيت اهي لما الثلاثه راحوا له، وده هنا ممكن يستلم وده هنا ممكن ينزل يستلم، فضوا بين الخطوط من الاخر. زاد اللي بيخلي اعتقد جوارديولا يلعبه اكتر ان هو بص هو قدام يلعب عادي هنا بالعرض والسهله ومحدش هيلومه، لكن هو بيحب يخترق وعنده قلب انه يدخل لعمق الملعب، ومش عنده اي لعيبه دي والكويره فاهمين. بص دخل هو عايز يفضي المساحه دي، تمام. خلي بالك هو هنا عايز زي ما بقول لك يسحب الخصم، هو لما بيدخل نص ملعب عايز يسحب الخصم، فبص تمام هو عايز يلعب لهالاند، يعني السام هو عايز يوصل الكره لهالاند. اكيد هو مش شرط يخترق، بس هو لما هيدخل العمق ويزيد جوه فبالتالي هيبقى في لعيب هيتسحب من الخصم وهيفضي مساحه كده كده، ايا كان بقى هيلعب لده فيوصل لده، هيلعب لده على طول تشبايه. هتشوف دلوقتي، بص هو عايز يوصل الكره لهالاند، يلعب ادي هالاند وصلت له الكره عادي جدا وهنا نجح. فزائد ان هو كمان تكنيكال جامد، بص بيعرف يستخلص الكره، وعنده كمان بص كنترول عالي، ركز وبيسلمها صح كمان. جون هو شركه. بص هنا هو واقف في زون 14 زي ما قلت لك، وريتك في الهاف سبيس وفي الزون 14 اهو، بص واقف. ايه اللي جابه هنا؟ ايه اللي جابه هنا بقى؟ فانت زي ما انت شايف هو بيسحب معاه لعيبه، اصلا يدخل يزيد يسحب معاه لعيبه بيفضي الدنيا كمان. بص عنده بص كمان الروقان بتاعه، وداخل كمان ياسست جوه دلوقتي. هو لو فيرود مكانه اصلا هيبقى مستعجل ومتلهوج. بص ركز معايا بقى في دي كويس، وعايزك تقرا البادي لانجوج بتاعه والتحول بتاعه السريع من لعيب وسط للعيب فيرود في الهجمات المرتده. ركز معايا في دي، وبص هنا التفاهم بينه وبين هالاند، شاف هالاند على طول نزل على طول، هو بص دلوقتي ده هيقتحم. بص ازاي بيجري في البلايند سايد المدافعين، الزاويه العاميه المدافعين، بص في ضرب المدافعين، بص بيجري ازاي. ركز بص هو بص بيخترق الهاف سبيس، بص عارف هو هيقف فين كمان. بص يا جدعان، وينج او فيرود او صانع لعب ما تحسوش هو راجل باك، يعني راجل مكانه على الطرف دخل 18 سجل. ركز هنا هو بص واقف في زون 14 ازاي، بص هو عنده وبيعرف يبدل مع هالاند وبيعرف يتمركز كمان كويس قوي، بيعرف يتحرك. بص بص هتشوف دلوقتي. طبعا انت لا مركزيه بينه وبين هالاند خطيره وتفاهم، فانت زي ما انت شايف هو يعتبر فيرو الثاني مع هالاند وراجل باك ليفت. بص نفس القصه، هو خدم هالاند في الاول، بص راح بقى مكانه فين، خد بالك هو نفس الهجمه
يعني كان هو اللي بدأها، وهو بص دخل الهاف سبيس، جري في ظهر المدافع، حافظ المنطقه يا جدعان احسن من فراوده كتير كبيره. بص هنا الراجل عارف هو بيجري فين. بص بص بيجري في البلايند سايد ازاي، في الزاويه العامه المدافعين ازاي، في ظهرهم. بص الغريزه التهديفيه اللي عنده دلوقتي، احنا هنكتشف هو ازاي جامد كده دلوقتي بعد الجون ده ما هيجيب. بص هو عارف مكانه، بيفولو كمان. بص التمركز وقرايه اللعبه، ركز معاه مع ساكا. تمام، ساكا من احسن الوينجات اللي بيدافع يا جماعه على فكره، لو متابعين فيديوهاتي قد ايه بشكر في الراجل ده، بجد جامد، ومع ذلك هو عرف يقرطصه. فيا صديقي هو جامد في كل اللي احنا قلناه ده، وبيعرف يلعب في العمق وبيعرف ينهي وعنده الغريزه التهديفيه، علشان في الناشئين كان بيلعب رقم 10 وبيلعب رقم 9. وادي ماتش ليه، بص هو هنا 10 بيلعب فيرود وتحت الفيرود، فهو متأسس اصلا في المنطقه دي. عشان كده لما بتشوفه دلوقتي هو حافظ الاماكن دي، لان صعب قوي لعيب من على الطرف في الملعب تجيبه عمق الملعب في الليفل ده مره واحده كده وتقول له يلا انتج والعب في الادوار المركبه، اعمل الادوار المركبه دي. بص هو نازل يستلم دلوقتي، لعيب رقم 10 يعني متقن اللي بيعمله، نازل يسلم وهيدور اللعب دلوقتي ويلعب في بص في الحته الصغيره، بص ازاي في المساحات الصغيره، ويخترق دلوقتي الزون 14 ويهدف. فهو مش، فيا صديقي اورايلي مش لعيب عادي، هو لعيب بيقدر يغير شكل الفرقه 3 و4 مرات من غير ما جوارديولا يعمل تبديل واحد. فده يا صديقي راجل طوله 193 سم، بدنيا يعني قوي، مهاره تقنيه وعنده ذكاء في قراءه المساحات، تكتيكيا كمان قوي، زائد انه تقنيا ومهاره تقنيه انه يدخل ويراوغ ويعرف يستخلص الكوره ويعرف يسلم ويستلم ويتحرك في المساحات الصغيره. فهو لعيب متكامل بالنسبه للعصر الحديث. وكان معكم حازم زناتي، حد بيحب يعرف الكوره بتلعب ازاي. سلام.